السلام عليكم. من تحت من هذا امطار الخير، نحن الان في مدينه وزان. بغيت نبدا هذا الفيديو دائما على حبي الابدي، عشقي الابدي اللي هو فريق ريال مدريد، على بعد ايام قليله من اللقاء ديال الاياب كونتر الارسنال. اشنو تبدل؟ اشنا هما التوقعات؟ شنو هو اللي خصو يدار؟ واش الريال غادي تستطيع انها دير ريمونتادا اللي هي تاريخيه؟ وبالمناسبه ما غاديش تكون اول ريمونتادا، لحقاش كتبقى اشهر ريمونتادا هي اللي كان دارها الغريم البارسا كونتر باريس سان جيرمان 4-0 في لالي 6-1 في الرتوم. هذا الشيء اللي غادي نشوفوه في المحلل الرياضي لهذا اليوم. فما حاجة يا الله يا الله يا الله، مش ممكن. انت غير عادي يا مدريد، اخسر الشامبيونز ليج، بلا بيها شامبيونز. ساعات قليلة كتفصلنا على أهم لقاء في الموسم بالنسبة لريال مدريد، اللقاء ديال الإياب برسم ربع النهائي ديال دوري أبطال أوروبا مع أرسنال. كما شاهدنا وكما شاهدتوا حتى نتوما، الفريق كان هازم بحصة 3-0 في مقابلة الذهاب. المهم هي نتيجة طبيعية وتحصيل حاصل داكشي اللي بقينا كنعاودوه وتنكرروه ومازال تنكرروه، يعني حصيلة ديال التخطيط السيء والإعداد السيء للموسم. تشكيلة ضعيفة اللي كاينة مع الفريق، وأيضا الإصابات وعدم معالجة بعض الأخطاء في بعض المراكز في وقتها، إضافة للضعف الشخصية ديال المدرب، إضافة للتراخي ديال بعض اللاعبين اللي ما كيستحقوش الحمل قميص ديال الفريق الملكي. ولكن حب الفريق سي فري كو كانت واحد الموجة الغضب عارمة انتابتني الأسبوع الفريط، أنا وحتى يعني المعظم ديال العشاق ديال الفريق، بالشكل اللي شاهدناه والطريقة ديال الاندحار، دوك جوج كفرات اللي تماركاو وعزيز البيت الثالث اللي ما كانت اي مقاومه تذكر. ولكن كنبقاو دائما محبين ديال الفريق. الخساره دائما مؤلمه، سيرتو ان يعني المشجعين ديال مدريد فهما مشجعين هما متطلبين بزاف، يعني صعيب ان الفريق يشبع من الالقاب. فريق ريال مدريد سيد الليغا، سيد الشامبيونز ليغ، عنده مهمه اللي هي مصيريه باش يحفظ ماء الوجه ديالو. اولا بالنسبه لكارلو أنشيلوتي اللي هي مهمه تألية خاصه لانقاذ رقبته، خصوصا ان يعني الالقاب الاخرين اللي مازال الريال كيتبارع عليهم حنايا في افريل، يعني الليغا ولا كوب دي اسبانيا ما مضمونينش، خصوصا انك غادي تصطدم مع الغريم التقليدي برشلونه اللي في افضل حالته حاليا، يعني كنهضر على حاليا ماشي دائما. ولكن مهم حنا كنعولوا على الجرينتا وعلى الدعم اللامحدود ديال الجمهور ديال البرنابيو، الملعب ديال البرنابيو اللي شاد ويا ما شاد بزاف ديال لي ريمونتادات اللي هما تاريخيين، سواء في العصر الحديث او في العصر يعني القديم، الثمانينات والستينات والسبعينات. فهادشي علاش هو الشكل ديال الفريق حاليا لا يوحي انه غادي يكون ان شونجمون. انا بيرسونيلمون كنعطي واحد 90% ديال الفرص ديال التاهل ديال الارسنال 3-0. مستوى الحالي ديال الفريق ديال ريال مدريد اللي هو سيء جدا، اللعابه في الحضيض. راكم شاهدتوا غير قبيله سي كيليان مبابي دخل بواحد التدخل ديال واحد من البطولات الوطنيه، ما غاديش يدير بحال داك التدخل، يعني تدخل اللي كان كيستوجب البطاقه الحمراء المباشره، يعني كيبين لك ان اللعابه ما كاينينش. ولكن كنقولوا ان بدات توقع المعجزه. راه غادي نمشيو نتفرجوا بيان سور، ما غاديش نخليو الماتش وغادي نجلسوا زعما في ديورنا مغمضين ولا سادين ودنينا، اكيد غادي نمشيو نتفرجوا، غادي نحاولوا حتى حنايا نتابعوا الماتش بالحواس ديالنا، غادي نبغيو ان مدريد دوز اكيد. غادي نتمناو ان الهدف الاول يجي بسرعه او الهدفين يجيو في الشوط الاول. غادي نتمناو ان اللاعبين ديال الخط الامامي يرجعوا يساندوا الوسط والدفاع. غادي نتمناو ان الاظهره يعني يقوموا بالدور نتاعهم مع اسناد دفاعي من الاجنحه، وهنا كنتكلم على فينيسيوس وعلى رودريغو. غادي نتمناو ان مبابي يكون في احسن الحالات نتاعو، وغادي نتمناو عدم استقبال هدف اللي يربك الحسابات، لانه اي هدف مستقبل فمعنيته ان غادي تزيد بيت على دوك الثلاثه اللي خاصك تماركي اصلا، يعني غتولي في 4 وفي 5 وفي 6. هاد 4 غادي نماركيوها واحد وجوج. فريق ارسنال ماشي الفريق اللي هو مرعب، راه في هذا الويكاند راه تعادل في البطوله مع برينتفورد 1-1. واخا الريال ما كانش او توب، ما كانش في المستوى يعني في الذهاب،
ولكن كنعتبر ان كان واحد الحظ اللي هو غير طبيعي باش لاعب عمره ما ماركا كفره في التاريخ ديالو يماركي 2 كفرات متتابعين على فريق الريال في الربع النهائي ديال الشامبيونز ليغ. وبديك الطريقه اللي شفناها كره دايره وكره مشات لصقات في لوكارن في 90 يستلزم واحد الحظ ضروري. كان شي شويه ديال الحظ. هما كانوا الارسنال احسن من الريال في ذاك الماتش ولكن ماشي بالشكل اللي يخليهم انهم يماركيو 3. قدر الله ما شاء. هادشي اللي وقع غادي نتماشاو معاه. نتمناو غادي نبقاو كنكرروا ان مدريد يعني تكون ديك المعجزه. ذكرت في الاول ديال الفيديو ان المعجزه الكبيره اللي كنت انا شفت هي الريمونتادا ديال برشلونه. ما كنبغيش نعترف بهذا الشيء ولكن الروح الرياضيه تستدعي انني كنذكر الحقائق كما هي. برشلونه كان خسر في العهد ديال ميسي وسواريز ونيمار، كان خسر في 2016 في لقاء الذهاب كونتر باريس سان جيرمان ب 4-0 مع واحد سوبر دي ماريا كافاني. وفي الروتور للاسف المهم ما غاديش نهضروا على لو فيت ان البارسا عاون الحكم. وهذا راكم عارفين القصه ديال الحكم اتكينز اللي كان حكم هذاك اللقاء، ولكن راه ما يمكنش ان الحكم يعاونك وانت يا ناس وجالس سد على راسك وما كتسعاش. اللي زوين في البارسا انه فريق يسعى نحو الهدف بغض النظر سواء كانت الشوهه ولا ما كانتش الشوهه، بغض النظر واش هو المستحق ولا ماشي مستحق، ولكن كيحاول. يعني كنستذكر ولا كنستحضر داك الماتش ديال كونتر باريس سان جيرمان اللي سالب 6-1. الفريق حتى الدقيقه 87 خاصينو 3 البيوت، كانت النتيجه 3-1. من موراها ما كان نيمار ماركا ديك الكفره، منها كان داك السقوط البهلواني ديال سواريز في نقطه الجزاء باش خداو بينالتي وماركاو الخامس، ومن بعد مشى سيرجي روبرتو باش ماركا الهدف السادس واللي كانت ريمونتادا اللي غادي يبقى مشهود لها بالتاريخ. يعني راه المستحيل راه ما كاينش كره، خاص غير شويه ديال التحضير الذهني، شويه ديال يعني العبقريه ديال المدرب ديك الساعه كان عندهم هو لويس انريكي. ومهم واخا هما راه من بعد هذاك راه كان جوبونس كان ثمن النهايه من موراها في الربع تلاقاو مع اليوفي وعاوتاني 3-0 في الذهاب اللي نهات لهم كاع كلشي. جو ما رابيل با واش في الروتور كانوا داروا 0-0 ولا انتصروا 1-0 مي كوميم راه حاولوا ونتمناو حتى حنايا اننا نحاولوا ونقلبوا على البيت. لماذا عندنا امكانيات فرديه راه كاينين. انا فرحان بعدا لان سيبايوس اليوم هذاك السيد هو اللي كنتفائل به ونتمنى انه يلعب دقائق كثيره في الماتش ديال الروتور. هذاك هو الترمومتر ديال الوسط، يعني هو اللي خير خلف لتوني كروس. بون هذاك سميتو سيبايوس مظلوم شويه اعلاميا وتوني كروس راكم كتعرفوا، ولكن كنعتقد ان العوده نتاع سيبايوس غادي تكون علامه فارقه في هذا اللقاء. المشجعين ديال مدريد يبانوا عندي في الكومونتير ويخليوا لي يقولوا لي شنو هو التوقع نتاعهم من النتيجه. البرصاويين اكيد راهم اكثر، راني كنعرفوهم حتى هما راه اصدقائي ومهم كنقشوا على بعضياتنا كنشدوا بعضياتنا، ولكن الاختلاف لا يفسد للود قضيه. خليوا لي كاملكم الكومونتيرات واش الريمونتادا واش ممكنه او لا ماشي ممكنه. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء بعد الماتش ان شاء الله في محلل رياضي اخر. راه مازال تابعنا لا كوب لو 26 افريل ومازال تابعنا الكلاسيكو ومازال تابعنا التكمله ديال الشامبيون لا ليغا. دوزو بخير.